السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوعنا النهاردة من صفحة صوت زملكاوي عن أستاذ سالم الشمسي رئيس نادي بيراميدز. أستاذ سالم الشمسي طلع وقال تصريح نادي بيراميدز تاني أفضل نادي في مصر بعد النادي الأهلي. وإزاي نادي الزمالك بيقول على نفسه إن هو أفضل نادي في مصر، وبيطالب المستثمرين بمنحه أموال. طبعا أستاذ سالم، إحنا بنعلق على التصريح دوت إن النادي الأهلي بالنسبة لتركي آل الشيخ موقفه إيه؟ تركي آل الشيخ كان بيدعم النادي الأهلي في فترة من الفترات، وكان بيدعم الزمالك برضه. فده شيء طبيعي على فكرة في جميع أنحاء العالم، مش في مصر بس، إن بيحصل من مشجعين أو محبين للنادي إن هم يدعموا النادي. ده شيء طبيعي ومعروف في كل أنحاء الدنيا. دي حاجة. وتركي آل الشيخ كان ايه موقفه في كاس مصر اللي فات، وكان احدى العوامل المساعده ان الاهلي يفوز بكاس مصر اللي فات. حصل ولا ما حصلش؟ استاذ سالم معلقش برضو على النقطه دي، وكان برضو هيبقى احدى الاسباب ان النادي الاهلي يفوز بكاس السوبر الافريقي اللي فات، رغم لولا ان لعيبه نادي الزمالك حاولت ان هي تهدد بالانسحاب، وموقف اللعيبه نفسه ادى ان الحكم الشوط الثاني بدا ان هو يحكم بشكل عادل، وقدرنا ان احنا ناخد المباراه. استاذ سالم كان ايه موقفه في الحاجات اللي زي دي؟ ولا استاذ سالم بيطلع يعلق على نقطه معينه كده، او زي ما بيقولوا كده بيزيد في الزيطه، او بيركب الترند، او ان هو مش مسموح ليه مثلا ان هو يعلق على النادي الاهلي، هو بيعلق على نادي الزمالك بس؟ يعني احنا ما شفناش استاذ سالم الشمسي في كذا موقف، في موقف زي موقف مثلا الشيبي. نسيب استاذ سالم الشمسي، نتكلم على ناجي جده. زعلان من الاستاذ احمد سليمان ان هو طلع بيقول ان نادي بيراميدز عليه علامات استفهام. ليه يا استاذ احمد سليمان؟ لان احمد سليمان بيقول لك نادي عليه علامه استفهام، بيشتري لعيبه كتيره جدا بملايين وبيصرف فلوس كتيره جدا، ورغم كده المحصله هنقوله مثلا 1، مش هنقوله 0. الاهلي نادي بيراميدز احرز كاس مصر، ما حرزش بطولات سهله جدا زي بطوله الرابطه مثلا، على حين ان نوادي زي سيراميكا خدتها مرتين، وكذا نادي خد يعني بطوله الرابطه زي فيوتشر مثلا، وفي حين ان بيراميدز ما قدرش يحرز بطوله زي دي. فطبعا الراجل عنده حق، النادي عليه علامات استفهام. فاستاذ يعني بالنسبه لكابتن ناجي جدا، انت زعلان ليه؟ ايه اللي مزعلك؟ نادي بيصرف فلوس كتير جدا وفعلا ما بيحرزش بطولات، في حين زي فرقه زي سيراميكا اخر سنتين واخده بطوله الرابطه. طيب بالنسبه للكابتن ناجي جده، احنا ما شفناش يعني تعليقاته لما بيراميدز راح كاس مصر والشيبي اتضرب هناك من معلول واتضرب من الشناوي. ما شفناش ناجي جده يعني علق في اي حاجه، واتحاد الكوره قال لك مفيش عقوبات ومش هنعاقب حد والمباراه عدت على كده. كان فين بقى ناجي جده؟ وكان فين استاذ سالم الشمسي لما الشيبي اتضرب؟ دي نقطه. كان فين الشيبي في مباراه السوبر، في المباراه في الدوري لما البيراميدز كسب الاهلي 3-0 وراح الشحات ضرب الشيبي بالقلم؟ كانوا موجودين فين؟ كان موقفهم ايه بالنسبه استاذ سالم والكابتن ناجي جده؟ موقفك ايه لما اتضرب بالقلم؟ حد علق؟ حد اتكلم؟ لا قال لك احنا هنرد بالقانون وهنرد. كنتوا فين طب يا جماعه؟ ما حدش شافه. طيب كان موقفكم ايه مع نادي بيراميدز اللي هو تاني اقوى فريق في مصر؟ تمام. لما رحت انت استبن او رحت تاني فريق بعد نادي الزمالك، لما نادي الزمالك انسحب من السوبر المصري السنه اللي قبل اللي فاتت لان كهربا ما تعاقبش، فجيت نادي الزمالك قال لك والله انا مش لاعب الا ما كهربا يتعاقب، والله كهربا ما تعاقبش انا مش نازل المباراه او مش هسافر للمباراه. وفعلا نادي الزمالك عنده موقفه ما سافرش، على حين ان بيراميدز راح سافر. طيب بيراميدز طلب اتحاد الكوره ان هو يأجل المباراه 24 ساعه، اتحاد الكوره رفض، بالرغم ان بيراميدز كان جاي من ماتش افريقي، اعتقد كان في جنوب افريقيا، وكان الماتش بيتلعب الحد، على حين ان المباراه
بتتلعب الجمعة، وهو وصل مصر يوم الاثنين حاجة زي كده، وبعد كده سافر تاني يوم التلات وما كانش فيه اي وقت للراحة، يعني هو راح يتغلب ويرجع. ورغم كده راحوا المباراة عشان المفروض ان هم هيشيلوا المباراة، ورفضوا يأجلوا لهم المباراة. طيب بعد المباراة كان اول مباراة لبيراميدز مع الاسماعيلي في الدوري، وطالب ان هي تتأجل 24 ساعة، وبرضه اتحاد الكورة رفض. انت فين بقى؟ فينك انت فين؟ محدش علق، محدش يتكلم. تمام. طيب هنتكلم بقى على مستوى انت بتقول انا تاني اقوى نادي بعد الاهلي، زي الفل. طب هو انت كسبتني كام مره؟ ده اللي لسه مطلعك في كاس مصر اللي قبل اللي فات، لسه مطلعك في كاس مصر اللي قبل اللي فات بكام لعيب؟ كان عندك كام لعيب؟ كان عندنا كام لعيب؟ ما كانش عندي حد. ده كان عندي ناصر منسي كان بيقعد احتياطي، قاعد احتياطي بره ما بيلعبش، واللعيبه اللي بتلعب في الملعب نص الملعب ما عنديش نص ملعب، ورغم كده بأقل سكواد كسبتك. طب انت كسبتني كام ماتش السنه دي؟ انت متعادل معايا 3 مرات، مطلعك من الكاس، مطلعك الماتش اللي قبل اللي فات من الكاس، والسنه دي دوري متعادل معاك مرتين. انت بتنافس الاهلي، انا متعادل معاك مرتين، وغالب الاهلي ماتش، والماتش اللي هو التاني ده انسحبنا. يعني الاتنين الاول والتاني ما قدروش يكسبوني هما الاتنين. انت فين بقى تاني اقوى فريق في مصر؟ تمام. من الواضح ان نادي بيراميدز يعني على عكس ما كل الزمالكاويه معتقدين هو جاي للزمالك، مش جاي للاهلي. هو جاي على اساس ان هو يبقى مركزه التاني بعد او القطب التاني بعد النادي الاهلي. تمام. وجاي عشان ياخد مكان النادي الاهلي، ياخد مكان نادي الزمالك، مش النادي الاهلي زي ما بيوحلنا الاعلام ان هو جاي عشان ياخد مكان النادي الاهلي. لا، هو مش جاي ياخد مكان الاهلي، هو جاي عشان ياخد مكان نادي الزمالك، ويبقى هو تاني قاعدة كروية في مصر. طبعا نادي الزمالك أكبر قلعة رياضية في مصر، واستحالة حد ياخد مكانه. كفاية جماهيرية نادي الزمالك ويكفي رغم المؤامرات اللي احنا بنشوفوها والحاجات اللي بنشوفها دي كلها، الا ان الزمالك صامد وواقف. انت عندك سيراميكا وزد وبيراميدز وكل ده، حتى بيراميدز مش ما بيديكش لعيبه بس، ده بيخش يبوظ الصفقات. يعني صديق اجولا، احنا كنا داخلين في صديق اجولا، هو دخل بوظ الصفقه. نادي سيراميكا رافض يديك، نادي زد رافض يديك، الانديه فيوتشر رافض يديك لعيبه، ورغم كده انت بتجيب لعيبه وبتلعب وبتكسب بطولات. انت واخد سوبر افريقي واخد كونفدراليه وداخل بتنافس على سوبر كمان، لان انت وضعك اللي خلى، معلش انا اسف، يعني نادي بيراميدز لو ما كانش موجود كان مكانه فيوتشر مثلا، كان هيقولوا بيراميدز خش البطوله. لا، هم قالوا للزمالك يقول لك الكارت الذهبي. طب انت داخل ليه بالكارت الذهبي؟ عشان جماهيريتك. سيظل نادي الزمالك اكبر قلعه رياضيه في مصر. وتحياتي ليكم والسلام عليكم.